الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على تاج المرسلين والنبيين، ورضي الله تبارك وتعالى عن زبدة المؤمنين الآل والصحابة أجمعين، رضي الله عنهم في الأولى وفي الآخرة. وبعد، الصحابي الجليل ذو البجادين رضي الله تعالى عنه، فتى دخل الإسلام قلبه بمكة، سمع آيات الله عز وجل فآمن بالله تعالى وحده لا شريك له، وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسلم وعمره أقل من 16 سنة. اسم ذو البجادين في الجاهلية هو عبد العزى، صنم كبير كانت تعبده العرب في الجاهلية. عبد العزى ابن عبد نهم المزني. أسلم فحسن إسلامه وحفظ القرآن وما كان يسمعه بمكة. توفي أبوه فكفله عمه، وكان ثريا وعاش حياة النعيم بمكة. لما أخبر عمه بإسلامه غضب عليه عمه وقال: لئن أسلمت وبقيت على إسلامك لأمنعنك من المال. فقال كلمته المشهورة رضي الله تعالى عنه، قال: لنظرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها. رفض المال والطرف والنعيم الذي كان فيه، وأراد أن يهاجر، وكان ملحا على الهجرة، وكان فتى. وإذا به جرده عمه من كل ماله ومن كل ما يملك. قال له: لئن تهاجر إلى محمد لأجردنك من كل مالك. ففعل، فحتى ثيابه التي كان يرتديها نزعها منه. فأمسكت أمه بجادا وهو كساء غليظا، فشقته إلى نصفين، فأتزر بشطر والتحف بشطر ثاني، فخرج مهاجرا إلى المدينة ببجادين كسائين غليظين لا يملك معه شيء، كل ذلك لله تعالى. هاجر، فلما وصل إلى المدينة نام في المسجد. فلما أصبح جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي الفجر، فسلم عليه ذو البجادين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أنت؟ قال: عبد العزى ابن نهم المزني. قال: بل أنت عبد الله. سماه عبد الله. حسن إسلامه وكان من المهاجرين والمجاهدين رضي الله تعالى عنه على صغر سنه وهو فتى. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك فخرج معه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ادعو لي أن أكون شهيدا. قال: اللهم حرم دمه ولحمه على الكفار. قال: يا رسول الله، إنما أردت أن أقتل شهيدا. قال: إنك إذ خرجت غازيا فقتلتك الحمى فأنت شهيد. ففي تبوك أصابته حمى شديدة فمات رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن مسعود: كنت نائما فرأيت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد أوقدوا نارا. قال: فذهبت إلى ذلك المكان فوجدتهم حفروا قبرا وأدخلوا فيه ذا البجادين. قال: فضمه النبي عليه الصلاة والسلام إلى صدره بعد أن دخل إلى قبره فقال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال ابن مسعود: ليتني كنت مكانه. تمنى أن يكون في مكان عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه
ذو البجدين. هذه قصة ذو البجدين باختصار، رضي الله تعالى عنه، ونسأل الله تعالى أن نكون مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام في فردوس الله الأعلى، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.